بيان وزارة الداخلية، حيث صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بالآتي: أصدر السيد منصور عيسوي وزير الداخلية قرارا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية. كما قرر السيد وزير الداخلية إنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمى قطاع الأمن الوطني، يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته. وسوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ليؤدي هذا الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.